كامل، قالوا هذا لا يصدر إلا عن كافر فكفروه. أو كالكتاب الأخضر الذي وضعه القذافي وكفره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. فهمتم؟ هؤلاء نعم. ليش؟ لأنهم بدلوا تبديل كامل. أما إذا بدل بعض الأحكام موافقة للقانون الفرنسي أو القانون البريطاني خوفاً على منصبه، أو يرى في ذلك مصلحة، أو يرى أن هؤلاء سيبدلونه بواحد أسوأ منه أو ما إلى ذلك، هذا لا يكفر. هذا قول مشايخي. تريدون نناقش المسألة علمياً تحتاج وقت، والأدلة قوية واحد استحضرها، لكن هذا موضوع الآن سريع نمر عليه. الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفراً مطلقاً، وإنما فيه التفصيل، وأن ما يقوله المتأخرون من الدعاة والكتاب والمؤلفون خلال 200 سنة الماضية أغلبه خطأ بين، والمرجع في هذا إلى العلماء. انتهينا من هذا الشق السؤال. الآن نأتي إلى هل يجوز لنا، وهذا سؤال مهم جدا، هل يجوز لنا أن ننكر هذا القانون عند العوام في خطب الجمعة وفي المجالس والدروس ونقول الحاكم فعل كذا وكذا؟ هنا يأتي ما قاله الله عز وجل، وذكرت لكم أنا أو ذكرت لغيركم قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهاهم الله أن يقولوا للمشركين: إن آلهتكم هذه التي تعبدونها يا أبا جهل ويا أبا لهب ويا كذا لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر لا تؤذوهم بهذا. طيب، فيقوموا بجهلهم كما قال جل وعلا: كذلك زين لكل أمة عملهم فيسب الله. فنهى الله عز وجل عن سب آلهة الكفار مع أنها أصل التوحيد، حتى لا يسب الله عز وجل، فإن المفسدة هنا أعظم. اتركوهم، لا تسبوهم، اكتفوا بقراءة القرآن عليه حتى لا يقعوا في سب الله. فالآن أنا لو جئت وأنكرت على الحاكم أنه أنكر مثلا اللحية أو أنكر كذا، هل في ذلك مصلحة؟ هل هذا يترتب عليه مصلحة شرعية؟ طيب، إذا كان يترتب عليه مصلحة شرعية ولا تكون فيه فتنة فيجوز. أما إذا ترتبت عليه مفسدة شرعية أو احتملت وقوع الفتنة فيه فإنه يحرم. والدليل الآية التي ذكرتها لكم، وأدلتها أيضا من السنة أيضا كثير. من يحفظ منكم دليل من السنة على هذا المعنى؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيوة، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة، أو في رواية لهدمت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم الحديث. لكن خشي أن يرتد العرب فترك ما كان عليه أبوه إبراهيم وكان يحب أن يتبعه، خشية من وقوع فتنة للعرب الذين كانوا حدثاء عهد أي قريبي العهد من الكفر، فخشيوا أنه كيف يتجرأ على هدم هذا البيت الذي عظمته الأمم قبلنا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير البناء. ماشي ولا لا؟ فهذا الذي ينبغي علينا التنبه. فإذا كان لا تقع فتنة، طيب، القانون يسمح بالانتقاد كذا، لا حرج أن تبين. لكن إذا بينت لا تبين تسكت، تبين كما كان شيخنا الشيخ عبد العزيز يسأل عن بعض المنكرات في الدرس، فكيف كان يعالج المنكرات في عهد الملك فهد رحمة الله عليه. زين، كان يسأل فيه ماذا وفيه كذا والحصل كذا وكذا، فكان يقول الشيخ هذه المسألة ويتكلم عنها من ناحية علمية، ثم يرجح القول الصواب، ثم يقول: وولاة الأمور أعانهم الله يرى واحد مما لا نرى، ونحن ندعو لهم بالتوفيق، وسنتكلم معهم في هذا الأمر إن شاء الله. فما كان يفعل كما يفعل بعض المشايخ والدعاة: هذه المنكرات، هذه العظيمة، هذه اللي تفعل كذا وهي تفعل كذا، ويؤلب العوام ويملأ قلوبهم شرا على الولاة ويتركهم يغلون، ثم يذهب شاب منهم فيكسر شيئا فيسجن
ويذهب آخر فيقتل فيقتل. ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يبينون الحق ما يسكتون عنه، ولكن يعلمون الناس الأدب مع ولاة الأمور، النصيحة بالسر لهم، الدعاء لهم، وسأفعل هذا أنا وأنتم افعلوا أيضا. كان يأمرنا بذلك كثيرا. ما كان والله يقول لنا، كنت أعطيه بعض الأشياء الشيخ عبد العزيز، بعض المنكرات، أقول يا شيخ في منكر في المنطقة الفلانية وذكرونا الإخوة كذا، فيأخذوا مني يقول إن شاء الله يا ولدي، يضعها في جيبه، كان الجيب داخل ثوبه هكذا يضعها. يمكن الشيخ اللي من طلاب الشيخ عبد العزيز يعرف هذا، يضعها في جيبه الداخل، يقول سنتواصل معهم ونكلمهم إن شاء الله. فهمتم يا أخواني؟ فهذا أمر في غاية الأهمية ينبغي علينا أن ننتبه له. هذا سؤال كبير على كل حال، فلكن لا نسكت. إذا كان الكلام فيه مفسدة، الحاكم يتوغر قلبه علينا، وربما منع المدارس هذه الإسلامية، ربما منع أهل السنة من الصلاة في المساجد، وأتى بالخرافيين وأهل البدع يصلون بالناس. يجب علينا أن لا نتكلم عن هذه المسألة، ولو كان هو يرضى بها لكنه يكرهها في نفسه. فهمتم؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. تشاوروا فيما بينكم يهديكم الله سبل السلام إن شاء الله. نعم. وقال رحمه الله: لكن الإنكار على الولاة علانية وعلى المنابر هذه من سيما أهل البدع، من سيما أهل البدع. لكن إنكار المنكرات بالطرق الشرعية من دون تأليف لا بأس به إذا احتيج إليه، وإلا فما الذي يخرج ولي الأمر عن كون النصيحة تكون سرا له؟ لماذا أنا لما أجي أنصح جاري أقف على الشارع وأقول يا جاري نساؤك متبرجات استرهن، اتق الله في نفسك، فيسمع الجيران كلهم. فماذا يقول الناس لي؟ يا أخي عيب عليك، ما هذا الكلام؟ استر على جارك، تكلم معه بينك وبينه، صح ولا لا؟ فما الذي يخرج ولي الأمر عن هذا الستر؟ ما ذنبه حتى لا يعطى هذا الحق؟ أذهب إليه وأسر إليه وأطلب منه، ما يدخلونني عليه أكتب إليه وأستمر في الدعاء أن الله يجعل يلين قلبه لعل الله يهديه. نعم. قال رحمه الله: ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. نعم. وأهلها ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة. نعم. ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. نعم، ممكنين منها. طيب، يعني يقول هذا في رد على المعتزلة الذين قالوا إن الفسوق والعصيان يخرج الدار عن كونها دار إسلام، طيب، إلى دار ليست دار إسلام ولا دار كفر، هذه المعاصي. وأما الخوارج فيرونها دار كفر إذا كانت فيها كفريات، زين، بعض المعاصي الكبيرة، بعض المعاصي الكبيرة كفشو الخمر أو الزنا أو أي أمر أو السحر أو كذا، يقول الخوارج أن هذه دار كفر، والمعتزلة يقولون هي دار لا هي دار إسلام ولا هي دار كفر، زين، كما يقول بعض الكتاب المعاصرين وله تفسير مشهور، زين، يقول هذا الكلام موجود في تفسيره والعياذ بالله. خلاص، هذا الفعل أيها الإخوة المؤمنون هذا هو فعل أهل البدع. أهل السنة يرون أن دار الإسلام هي الدار التي يرفع فيها الأذان ويصلي فيها الناس آمنين وتقام فيها الحدود والشرائع. طيب، واختلفوا في بعض الصور، هل تلحق بدار الإسلام أو دار الكفر؟ طيب، وما هي اشتراطات كل واحدة؟ هذا بس مبسوط في كتب الفقه، مبسوط في كتب الفقه، لكن الجميع متفق أنه ما دام النداء يرفع في البلد والمساجد يصلى فيها أنها دار إسلام ليست دار كفر، إلا إذا كان الغالب عليها الكفار وتغلبوا عليها. حتى لو كانت الدار دار إسلام وحاكمها نصراني أو يهودي أصلي، ولكنها تعتبر المساجد تصلى فيها، يعتبرون هذه الدار دار إسلام، لكن لا يعتبرون هذا الحاكم حاكما مسلما، لا يأخذ أحكام الإسلام. فهمتم؟ فأعطوه جزءا من الولاء وأعطوا ذلك جزءا من البراء. فهمتم؟
هذه طريقتهم رحمهم الله. وهذه من المسائل المشكلة التي تلتبس على بعض المتقدمين من طلاب العلم فيقع في الهلكة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ويرون أن أهلا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما عن فضل حجة ولا عذر، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: يختص برحمته من يشاء. نعم. هذا الجزئية هذه متعلقة بأعمال وأفعال العباد، هل يستوجبون بفعلهم إذا فعلوها على وجه صحيح هل يستوجبون بها الأجر ودخول الجنة أو لا يستوجبون ذلك؟ طيب، فإن الفرق الإسلامية خالفت في هذا، فقالوا الطائع يجب على الله أن يدخله الجنة وجوبا، فأوجبوا على الله ما لا يجب عليه. طيب، وبعضهم منع كالخوارج، قال لا يجب على الله عز وجل أن يعني كذا، وأن العمل ليس بشيء مطلقا. والمرجئة قالوا أيضا بمثل هذا القول. أهل السنة والجماعة قالوا إن العمل لا بد منه، ولكن لا يدخل أحد الجنة بعمله، أي أن الأعمال ليست سببا لدخول الجنة، وإنما دخول الجنة هو بفضل من الله محض. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، إذا ما فائدة العمل عند أهل السنة؟ قالوا: العمل يتفاضل به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، طيب، ويكون موجبا لرضا الله عز وجل وإدخاله الجنة لنا. فهمتم؟ وقال بعضهم: بل إن العمل سبب في دخول الجنة، وهذا السبب لا يستقل بمفرده لأن يدخلنا الجنة، بل لا بد منه من فضل الله ورحمته. وهذا القول صحيح ولا يفترق عن القول الذي قبله، وهو أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة بأعمالهم، وإنما يتفاضلون بها، وأن أعمالهم سببا لرضا الله الموجب لدخول الجنة. فإنه قول واحد ولكن تفسيره اختلف. مفهوم يا أخواني؟ واضح هذه الجملة؟ يعني هذه مسألة لها أدلتها ولها كلامها ويطول الكلام فيها، ولكن هذه أدلة، هذا ملخص الخلاف في المسألة. بينما الخوارج طيب يعني رأوا أنه لا أن العمل موجب لدخول الجنة، والمرجئة قالوا ليس موجب مطلقا ولم يجعلوا له أثر أبدا، ولذلك قالوا لو لم يعمل دخل الجنة والعياذ بالله. وأهل السنة اعتدلوا، أهل السنة اعتدلوا فقالوا ليس هو السبب الوحيد لدخول الجنة، ولكنه سبب مهم ويتفاضل أهل الجنة. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بمفرد هذا السبب. واضح؟ هذا هو الكلام، ولهم كلام آخر ليس هذا وقت الحديث عنه. نعم. وقال رحمه الله: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق الرزق الغذائي الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن ألقاه من خلفه، وهو الذي رزقه من حلال ومن حرام. كذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. نعم. وكذلك رزق الزينة الفاضل عما، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. نعم. كذا عندكم في نسخكم؟ نعم. وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به، يعني أن رزق الله عز وجل على قسمين: رزق تقوم به أبدانهم ويستطيعون أن يعيشوا به، ورزق هو عبارة عن فضل وزيادة، ليس هو الرزق الذي ما تقوم الحياة إلا به. زين؟ ولهذا يسمى فضل الله، أي زيادة الفضل منه.
الله عز وجل ضمن لنا أرزاق، قال وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل الناس ضمن الله لهم الرزق، لأنه طلب منهم رزقكم مضمون اعبدوني، كلكم جن وإنس وشجر وحجر وحشرات وكل شيء، كله الرزق مضمون له. لكن هناك رزق نوع آخر اسمه الفضل، فيعطي إنسان ثوبين وآخر لا يعطي إلا ثوب واحد يكسو به بدنه ويستر به عورته، فالثوب الثاني يعتبر فضل وهو زينة، وهو إيش؟ غالبا يكون زينة. طيب قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه لا تكون للمؤمنين في الدنيا والآخرة. فالله يعطي الزينة ويعطي الأصل وهو الواجب الذي أوجبه على نفسه بالرزق. طيب وامتن على العباد بأنه أرزقهم، فهذا يحقق معنى اسم الله عز وجل الرزاق. وهل من أسماء الله الرازق؟ لا، ليس من أسماء الله الرازق. طيب أولا لأن الرازق لا يختص به الله، فيشاركه المخلوق، فأنا رازق أولادي أسعى على العمل عليهم. طيب وكل واحد منكم يرزق أولاده، فهو يسمى رازق أولاده، رازق أسرته. طيب فهذا الاسم أو المشتمل على هذا الوصف لا يختص به الله، فلا بد أن تختص الصفة بصفة كمال مطلق. متى تكون كمال مطلق؟ إذا كانت صيغة مبالغة، رزاق. طيب يعني مع حال القلة والكثرة هو رزاق جل وعلا، فهذا هو اسم الله، فيكون الرزاق اسم من أسماء الله، الرازق ليس اسما من أسماء الله، علما أن من العلماء من جعله اسما من أسماء الله. وأسماء الله الحسنى وقع في جملة منها خلاف، وهي على 3 أقسام. زين أنا ما ذكرتها لكم لأنه كان الوقت يعني ما يتسع لذكر بعض القواعد يعني أو بعض التقسيمات، واضح؟ فعندنا أسماء لا نشك في أنها ثابتة بالإجماع، وأسماء ثابت بالإجماع أنها لا تصح لله عز وجل، كالجائي والنازل وغير ذلك، هذا لا يجوز أحد أن يسمي الله بها. فهمتم؟ وأسماء وقع الخلاف فيها، كالمسعر والرازق والباسط والمعز والمحيي. زين؟ الحي اسم من أسماء الله، المحيي لا. ولهذا تجدون في القرآن لما قال إبراهيم قال فإن الله يحيي الموتى، قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فأتى النمرود برجلين أحدهما قتله والآخر قال له اذهب. فقال إبراهيم ما قال هذا ليس إحياء وكذا، وصف صحيح شارك فيه الله عز وجل لأنه جبروت، قوة عنده قوة الآن مؤقتة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فعرفنا التقسيم العقلي والثنائي في الحجاج بين إبراهيم والنمرود. فالمحيي ليس من أسماء الله، والرازق ليس من أسماء الله، وغير ذلك من الأسماء. هناك أيضا قسم الأوسط هذا وقع الخلاف فيه، ومنه الرازق. يعني تذهب إلى مثلا مذهب الشافعية والحنفية يرون أن الرازق اسم من أسماء الله، وذاك تجدون عند إخواننا المصريين عبد الرازق، صح ولا لا؟ هذا موجود ولا مو موجود؟ عندهم يرون اسم. يعني حتى عندنا نحن عبد المحسن مثلا، زين المحسن في خلاف بين أهل العلم، كان الشيخ ابن عثيمين ما يرى أن المحسن من أسماء الله، بينما نحن نرى مشايخنا بعضهم يرى أنه من أسماء، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد اسمه عبد المحسن. فهذه المسائل الأسماء المختلف فيها أمرها سهل، فقد أثبتها أنا وقد أخالفها، وأنا قد خالفت شيخنا الشيخ ابن عثيمين مع أنه صاحب الفضل علينا في هذا الباب، خالفته في أسماء وأنا طويل بعلم صغير فلا يضر، فأنا قد ألمح معنى دقيقا لا يلمح غيري، وإن كان أنا أقول للناس قلدوا من المشايخ ولا تقلدونه، فهمتم؟ لأنهم أدرى منا وأحسن منا إلى آخره. فإذا الرزاق هو الذي اسم من أسماء الله،
فهو الذي يرزق الغذاء الذي تقوم به قوام الحياة، ولهذا هذا واجب على الله أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه أحد، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، ضمنه الله. طيب، هذا غير الزينة، هذا الأصل. زين، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. زين، قال وكذلك رزق الزينة، الرزق الفضل كالعمامة وكالأشياء الجميلة وهذا العباءة التي علي، هذه أشياء أنا ممكن أصلي من دونها، صح ولا لا؟ لكن هي زينة فها كذلك. هذا الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. نعم. 3 شروط يشترط فيها لأن يكون الاسم يثبت لله. أولا أن يأتي بصيغة العلمية، يعني الاسم كتركيب لغوي. زين، لا يكون على صيغة فعل، زين، أو صفة. الثاني يعني لا نستطيع أن نركب من الصفة اسما، أما الاسم نركب منه صفة، نعم يكون كذلك، خلاص، إلا لفظ الجلالة الله، زين، اختلف فيه لأنه علم الأعلام وأفضل الأسماء على الإطلاق والاسم الأعظم، خلاص. طيب، فكل اسم يتضمن صفة أو أكثر، وقد تكون أحيانا 7 صفات، بعض الأسماء تتضمن 7 صفات أو أكثر ربما، زين. وأقل الأسماء الذي يتضمن صفة واحدة كالحي، تتضمن صفة الحياة، مفهوم؟ فالشرط الأول أن يأتي بصيغة العلمية. الثاني أن يتضمن صفة كمال مطلق وليس كمال بس، أن يتمكن. فالرازق ليس صفة كمال مطلق، فقد أرزق أنا بالحرام، زين، أعطي ولدي مالا ليشرب الخمر ليسافر إلى بلاد الكفر، هذا رزق حرام، فليس هذا ممدوحا. الثالث، زين، أن يثبت في الكتاب والسنة، أن يرد في الكتاب والسنة على صيغة العلمية، وأن يتضمن صفة كمال مطلق. هذه 3 شروط، إذا عرفناها ارتحنا من كثير من المشاكل في الأسماء. مفهوم يا شباب؟ بارك الله فيكم. نعم. وقال ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين يوسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. نعم، ذكر الشيخ هذه الجملة لأن المعتزلة أنكروا خلق الشياطين، وقالوا لا يمكن أن يخلق الشياطين لإغواء بني آدم، فهذا ظلم من الله والعياذ بالله، وهذا من جهلهم وسفههم. طيب، وذلك يعني قالوا بأن الأفعال ليست ذات حكمة، فنفوا عن الله الحكمة، نفوا عن الله الحكمة، إذ أن خلق الشياطين، خلق العقارب، الثعابين، الذئاب، قالوا لا فائدة من ورائها. ولو أثبتنا الحكمة لله لانتفى خلق مثل هذه الأنواع، فعندئذ قالوا هذه الأنواع ما خلقت إلا هكذا، لم تخلق لحكمة، فنفوا الحكمة عن الله عز وجل. الشيخ هنا يثبت أن خلق الشياطين هو دال على حكمة الله. طيب، لماذا خلقهم الله عز وجل؟ ليختبر الطائع من العاصي، كما يختبر أحدكم ابنه أو زوجه هل تطيع أو لا تطيع أو كذا، حتى يعرف كذا وكذا. طيب، ويختبر المعلم التلاميذ في الفصل حتى يعرف الذي فهم وحفظ من الذي لم يفهم ولم يحفظ، وهكذا. فهي حكمة وعلة، لكن يفهمها البعض ولا يفهم الآخر. ولذلك لما نأتي نتكلم عن الحكمة في خلق الوحوش والحكمة في خلق الثعابين، بعض المتأخرين فهم الحكم هذه أكثر من بعض المتقدمين، صح ولا لا؟ ثبت ما يسمى بالتوازن البيئي، سمعتم عنه ولا لا؟ سمعتم عن هذه الكلمة، هذه الجملة، ولا ما سمعتم؟ البيئي. قالوا يعني لو لم تخلق الأسود والنمور والذئاب لامتلأت الغابات بالثيران وبالغزلان وأكلت الأشجار فمات الناس، ما وجدوا طعاما. لكن هذه الوحوش تعدو على هذه الحيوانات فلا يزيد عددها كثيرا. زين، هذا يسمى التوازن البيئي، عرفه الناس حين
جاءت الكاميرات والتصوير والمراقبات، رأوا أن هناك شيء عجب. ولذلك يعني يذكر فائدة بس أقولها سريعا، يقال أن في أمريكا يعني تأذوا من السناجيب. تعرفون السنجاب الذي زي القط يسير وله ذيل متين هكذا، طيب يأكل الشجر، يأكل جذوع الشجر والجذور التي تمتد فيحفر فيأكل جذور الأشجار، ولذلك تسقط الشجرة أحيانا. فقام الأمريكان بقتل كميات ضخمة من هذه السناجيب، لأنها تحفر أغصان جذوع الشجر وتسقطها وما إلى ذلك وتفعل. فقتلوا كثير منها. فلما قتلوها بعد عام أو عامين فإذا بمنسوب النهر، نهر الميسيسيبي هذا، إذا به يزيد ويغرق الناس. فنظروا في السبب، فإذا الجذور التي كانت تمتد إلى الماء بدأت تملأ النهر وتسده، فبدأ يرتفع منسوب الماء. فذهبوا وجاءوا بالسناجيب من أماكن أخرى فوضعوها حتى تأكل هذه الجذور. فحكمة الله عز وجل عظيمة لا يدركها أحد. فالشياطين طيب لا يدرك حكمة خلقها الشياطين الذين مثلهم، لكن يدركها المؤمنون. فهمتم؟ يعني ما يدرك حكمة خلق الشياطين إلا المؤمنون الذين ليسوا بشياطين، لأن الناس يعرفون عدوهم أكثر من كان على شاكلتهم. أما هؤلاء الكفار وأهل البدع لا يدركون هذه العلة، فلهذا ذكرها المصنف. نعم. وقال رحمه الله: وأن في الدنيا سحرا وسهرا، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. طيب، هذه مسألة السحر والكلام عليها مسألة طويلة، لكن أراد الشيخ أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة أن السحر حقيقة وليس تخييل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سحر وأثر هذا على بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم ينزل عليه الوحي في الفترة التي كان معتلا بالسحر فيها. والحديث في صحيح البخاري وأنه يؤثر في البدن، وذكر الله جملة من الآيات في ذكر السحر وكيف يعالج وما إلى ذلك، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فهنا الشيخ يريد إثبات أن السحر حقيقة لا خيال، زين، كما ادعاه بعض المعتزلة والجهمية، أنكروا وجود السحر. والآن العقلانيون الجدد طيب الدعاة الذين في أوروبا وفي بعض البلاد العربية وكذا ينكرون السحر ويقولون هذه خزعبلات غير موجود. هذا منهج المعتزلة، إنكار السحر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر حق وأنه يؤثر في البدن حقيقة، طيب كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، وأن الصحابة قتلوا الساحر إلى غير ذلك. وبين الشيخ تعريجا لا تأصيلا حكمه فقال: واستعماله كفر من فاعله، يعني من يفعل السحر يسحر الناس فهو كافر. فالعلماء المسلمين عامتهم على كفر الساحر مطلقا. الشافعي رحمه الله فصل فقال: إذا كان كفره بالتعاويذ والأدعية الشيطانية وأسماء الشياطين يكفر. أما إذا كان سحره بالأدوية والأبخرة طيب الكيميائية، زين، يقول فإنه لا يعتبر هذا كفرا. وهذا اليوم الطب الحديث في عندنا المخدر، صح ولا لا؟ المخدر مش المخدر اللي يستعمله أهل الشر، لا، المخدر اللي في المستشفى يضعوا أكسجين هكذا فيغيب الإنسان عن إيش؟ عن الحياة، يغيب، يعني تخدر لا يشعر بألم. فهذا نوع من نوع الكيميائيات التي تؤثر على بدن الإنسان. الشافعي رحمه الله يقول بعض الأنواع من السحر التي كانت تستعمل في زمنه عبارة عن أدوية كيميائية تركب ويتبخر من الشخص فيصبح كالمجنون أو يصبح كالطفل مع زوجته. فالمرأة كل يوم تبخر زوجها من هذا البخور فيصبح هادئ، ليس في قوة الرجولة فيما يتعلق بالعقل، لكن فيما يتعلق بقوة الشهوة قوي. فهمتم؟ هذا نوع من السحر. الشافعي يرى أن هذا ليس كفرا، هذا رأيه رضي الله عنه. طيب، لكن الأحوط أن نحكي للناس وللعوام أن السحر كله كفر، وهو مذهب مالك رحمه الله وأحمد وأبي حنيفة. أما قتل الساحر فالجمهور على قتله
طيب، وفيها أدلة كثيرة، ليس هذا وقت كذا. ولهذا قال: وأن السحر واستعماله كفر من فاعله إذا فعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. فإذا اعتقد أن السحر بذاته ينفع ويضر بغير إذن الله فهو كافر. طيب، لماذا كفر العلماء الساحر؟ في الغالب جماهير كفروا الساحر. لماذا؟ حتى الشافعي قال إذا كان بالتعاويذ وما التعاويذ يكفر، يعني كان كالإجماع بينهم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يبلغ درجة السحر إلا إذا كفر بالله تعينه الشياطين. لا يمكن بالكلام فقط والتعاويذ أن يؤثر على بدن المسحور إلا إذا كان يكفر بالله، كأن يتبول على المصحف أو يرميه في الزبائن أو يفعل الفاحش أو ينكح أمه أو ما إلى ذلك والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم. نعم، هذا موضوع طويل السحر، فيه تفاصيل كثيرة، ليس هذا. ماذا أراد المصنف من ذكر في هذه العقيدة؟ إثبات حقيقة السحر، وأنه فعلا موجود، وأن الصحابة قتلوا الساحر، وأنهم أن صاحبه يكفر إذا كان على الطريقة التي بينها العلماء. نعم. قال رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفسق والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية الدغل بمعنى الحقد والشر الذي يكون في القلوب، يعني ما يجوز المسلم أن يحمل الشر والغل على إخوانه. نعم. والسعاية نعم. السعاية أن يصل، يعني يذهب إلى الحاكم أو إلى الناس فيقول هذا فلان قال فيك كذا، والحاكم يقول هؤلاء الدعاة يفعلون كذا، أو هؤلاء الجماعة الفلانية أو الجمعية الفلانية تفعل كذا وكذا، يعني من الأمور التي ربما يكون فعلوها خطأ. أما إذا رفع إلى الحاكم شرا عند هؤلاء يدعون إليه بالشر، وكان بعد المناصحة لهم وبذل الوسع في نصحهم ولم يستجيبوا، فإنه لو رفع إلى السلطان أمرهم حتى يكف السلطان شر مع المسلمين لا بأس. مثال نتفق نحن جميعا عليه: لو جاءت جماعة تدعو إلى الرفض وإلى سب الصحابة فناصحتموهم وهم من بلادكم فما قبلوا النصيحة، فإنكم ماذا تفعلون؟ ترفعون أمرهم للسلطان. وهكذا كل خطأ يرتكبه جماعة ينبغي مناصحتها أولا وللصبر مع عليها، ثم بعد ذلك يعني يرفع أمرها إلى السلطان إذا عجزنا في آخر الحلول. نعم. ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. نعم، يرون كف الأذى وترك الغيبة عن جميع المسلمين إلا لمن أظهر بدعة ولم يكن صاحب بدعة. قال أظهر بدعة، هذا قيد مهم يا أخوان. الذي يدعو إلى البدعة هو الذي يحذر منه، أما كون صاحب بدعة لا يحذر منه إلا لمن رأيناه يغشاه ويذهب إليه. طيب، ولكن ينبغي أن يناصح صاحب هذا البدعة. رجل في بيته يفعل بدعة، ما نشهر به في المجالس، فلان الله يهديه يفعل كذا يقوم بكذا، لا، نستر عليه ونناصحه ولا نتكلم عن عرضه. لكن إذا كان يدعو الناس إليها أو يظهرها عند العامة، عندئذ ماذا نفعل؟ عندئذ نتكلم فيه ونحذر الناس منه إذا لم يستجب هو للنصيحة. نعم. طيب، قبل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ويرون مجانبة البدعة والآثام، نحن تكلمنا قبل قليل عن مجانبة أهل البدع والحذر من مجالستهم، يكفي هذا القدر. والفخر تفاخر يعني والتكبر على المسلمين، والعجب أن يعجب الإنسان بعلمه، يعجب بنسبه، يعجب بماله، يعجب بوطنه، يعجب بكذا، ليس من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان متواضعون، يعني أذلاء على المؤمنين، أعزاء على الكافرين. الخيانة يطبع المؤمن على كل خلق إلا الكذب والخيانة، لا يطبع عليها، فلا يكون المؤمن خائنا أبدا مهما كان. فمن أسدى إليك خيرا أو كذا فلا تخن، لا زوجا ولا أبا ولا أخا ولا جارا ولا غير ذلك ولا ولي أمر. والدغل هو يعني الحقد الذي في النفوس، فهو على قسمين: دغل يسمى الغل، وغل يسمى الدغل. الدغل الذي يسمى النوع أخف أنواعه وهو الغل، هذا لا يكاد الإنسان ينجو منه. ولهذا يقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم
من غل، ما قال من دغل، لأن الدغل إضمار الشر مع إرادة إيقاعه على الغير، يعني تتمنى زوال النعمة عن أخيك، تتمنى أن يمرض، تتمنى أن يموت، تتمنى أن يذهب ماله، والعياذ بالله، هذا لا يجوز. هذا الدغل. والسعاية كما قلنا قبل قليل، أرفع الأمر إلى حاكم يبطش بهذا قبل نصيحة هذا الرجل، وكف الأذى وترك الغيبة إلى آخره. نعم. قال ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجميعها والتفقه فيها وطلب آثار الصحابة. نعم، هذا والله يعني حقيقة كلام نفيس وعظيم، وهذا عصمة من كل ما سبق من الضلال مما أشار إليه المصنف أو أنا بينته في تعليقي على هذا المتن. الحقيقة أن طلب العلم وتعلمه وأخذه وعلى رأسه القرآن وعلى رأسه السنة النبوية، طيب، وسماع سننه عليه الصلاة والسلام، هذا يعني من أعظم الأسباب ليش؟ للسلامة والثبات على عقيدة السلف الصالح والسلامة من البدع والنجاة عند الله عز وجل. لكن هذا كله لا يكفي في تعلم القرآن والسنة، بل قال الشيخ في آخر الكلام وطلب آثار الصحابة. هذا إذا قال لكم السلفيون فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا معنى كلام المصنف، وقد أجمعوا على هذا المعنى، جميع علماء المسلمين أجمعوا على هذا المعنى. وإذا أردتم مصداق كلامي فارجعوا إلى ما سطره أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله تعالى في كتاب السنة، في كتاب السنة من سننه. طيب، كتاب عظيم. أنا أنصح إذا جاءكم أحد من المشايخ الفضلاء، الشيخ عبد الرزاق البدر أو الشيخ عارف أو غيرهم من المشايخ، طيب، أن تطلبوا منهم أن يشرحوا لكم كتاب السنة من سنن أبي داود. كتاب عظيم فيه نقول عظيمة جدا على كيف كان السلف يعظمون آثار الصحابة وكيف يوصون بالتمسك بها وأنها نجاة، وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز. حقيقة يعني السنة لأبي داود كتاب عظيم جدا، وقد يعني أعانني ربي ووفقني فشرحته أكثر من مرة في دورات في أندونيسيا وفي غيرها، فممكن تجدونه لو تكتب شرح السنة من سنن أبي داود، تكتب اسمي وأندونيسيا يطلع لك الشرح، تستمعه وأنت في الطريق أو كذا، أو اقرأه من شرح العلماء الذين هم خير مني. نعم. قال رحمه الله والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويدلونهم فيما يرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. نعم، طبعا هذا معطوف على قوله وطلب آثار الصحابة. طيب، الذين يجب علينا، معنى كلام المصنف، الذين يجب علينا تجاههم الكف عن الوقيعة فيهم، وقد أشرت إلى هذا المعنى بالدرس الأمس، وقلت أنه لا يجوز ذكر أحد منهم بنقيصة ولو ثبتت عليه، فلا يقول أنت تقول وماعز مثلا وقع منه كذا، فتقول يعني ومن الصحابة من وقع منه هذا وهم مغفور لهم، وتعظم منزلة الصحابة وآحادهم عند الناس وتطهر منازلتهم حتى لا يتهاون الجهال والسفهاء على الغمز واللمز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى وكف الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، أي ما نتأول فعلهم على القسم القبيح، أي فعل يفعله الإنسان كائنا من كان، أي بلد من البلاد وأي زمن من الأزمنة، يحتمل فعله أن يكون تأويلا صحيحا أو تأويلا قبيحا، أليس كذلك؟ فنحن نحمل التأويل على الصحابة دائما على الحسن والظن الحسن بهم رضي الله عنهم أنهم اجتهدوا فأخطأ بعضهم من غير قصد أذية ولا قصد إساءة لأحد، هكذا الظن بهم، ونحن نريد ونحب أن يظن الناس بنا خيرا، فكيف بمن هم خير منا وأزكى منا واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ويكيلونهم، أي يجعلون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يغفر لهم تأويلهم، وهو الذي قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب، ووعدهم جميعا بالمغفرة، وعد الله الذين آمنوا منكم
محمد رسول الله والذين آمنوا معه. طيب قال شداد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بعض أهل العلم كل من أبغض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الكفر والعياذ بالله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كل من أبغض أحدا من أصحاب النبي ولو واحدا فإنه يؤول أمره إلى الكفر غالبا والعياذ بالله. وهذا سبحان الله رأيناه بأعيننا في كثير ممن غمز ولمس والعياذ بالله حقيقة. ولا أريد أسمي بعض العلماء الذين لهم مؤلفات كيف آل أمرهم والعياذ بالله. طيب مع لزوم الجماعة والتعرف بالمعكر والمسلك والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. نعم، هذا الجزء مهم جدا أيضا ونحتاج إليه في وقتنا هذا، وهو أنه الشيخ لما قال أن علماء الحديث يرون كذا ويرون كذا ويرون كذا. طيب قال هم مع هذا كله من هذه العقيدة التي بينتها وسطرتها وكتبت أشياء كثيرة منها هم يرون لزوم جماعة المسلمين، أي وجوب الحفاظ على الجماعة. والجماعة هي جماعة المؤمنين الذين لا يكونون جماعة إلا إذا كان لهم حاكم مسلم، فهم الجماعة. طيب هم الجماعة. فأما إذا كانوا جماعة ولا حاكم لهم فلا يعدون جماعة شرعية تأخذ أحكام الجماعة الشرعية. فيجب على هؤلاء الجماعة أن إما أن ينصبوا أميراً عليهم أو يتحولوا إلى دولة قريبة أو قبائل لها جماعة ولها إمام فيكونون معهم، إذ أنه من لا بيعة له ولا يعني من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما صحت الأخبار بهذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، وجعل هذا من صفات المشركين الذين لا جماعة لهم ولا إمام، فأمرنا بلزوم الجماعة والسمع والطاعة ونص على هذا علماء المسلمين إجماعاً. أجمع علماء المسلمين على هذا المعنى أن لزوم الجماعة واجب من الواجبات، وأن جماعة المسلمين يجب لزومها والتمسك بها ولو كرهنا ما فيها، ولو كانت فيها معاصي وفيها ذنوب يجب علينا أن نتمسك، لأن ما يكون مع الجماعة من الخير وأمن السبل وإقامة الحدود وأن يضمن الناس أرزاقهم ويأمنوا على أعراضهم لا يكون إلا مع وجود الجماعة. ولهذا قال سفيان بن الثوري وقال الأوزاعي إنه لا إسلام بلا جماعة. اسمعوا هذا الكلام، إنه لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا إمامة، ولا إمامة بلا سمع وطاعة. ركب هذه المقدمات الأربع تعرف إلى أين أنت قد وضعت قدمك. فهمتم؟ يعني من رأى أنه لا جماعة فهذا هالك، يجب عليه أن يتحول إلى جماعة المسلمين إلا إذا كان معذورا. هذا أمر. الأمر الثاني لا جماعة إلا بإيش؟ بإمامة، لا بد لهم إمام. قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم أي رؤساء، ولا سرات إذا جهالهم سالم. إذا كان حكامهم السفهاء ضلوا يهلكون كذا أو يهلكون كذا. فننتبه إذا لا بد من وجود الجماعة فيما بيننا والتمسك بها والصبر على الخطأ الذي يقع فيها، وأن ننصب الإمام. فإذا كان تغلب علينا بقوته وسلاحه كان إماما رغما عنا وجبت له السمع والطاعة، ولا إمامة بلا سمع وطاعة. واضح الكلام؟ فأنا أوصيكم أيها الإخوة إياك والاستحماق
والخروج بالكلام أو بالسنان أو بالسلاح أو كذا على جماعة المسلمين وإمامهم، لأن فيها مفاسد عظيمة. وقد وعظكم الله بإخوانكم من العرب في بعض بلادهم، 5 بلاد أو 6 وقعت فيها الفتن، فما الذي استفادوه؟ كلكم شاهدتم هذا الزمن، صح ولا لا؟ كلكم عاصرتموه. هل تعرفون أن الروافض في العراق الذين كان صدام حسين شر مخلوق تحت فوق الأرض بالنسبة لهم، أنهم لهم الآن قرابة 10 أعوام يتمنون أن يخرج صدام ويرجع لهم؟ وأنا لي طلاب من العراق يقول الله والله إنهم روافض ويكرهون أهل السنة ويقولون ليت صدام يرجع لنا. شوفوا كيف خرجوا على الجماعة، قتلوا الإمام، فعلوا فتعاونوا مع الكفار ضد وكذا، فندموا ندما شديدا وهم أعداء له. فما بالكم بأهل السنة الذين عاونوهم؟ حمقى. وهذا وقع في اليمن، وقع في ليبيا، وقع في مصر، وقع في تونس، وقع في سوريا، وقع في بلد. ما النتيجة؟ السودان. ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ كما ترون ملايين قتلوا، بلاد دمرت، فتن عظيمة وقعت. طيب، وأنتم ترون أحوال أخواننا في فلسطين كيف هم متفرقين، وكيف أصبح حالهم. هؤلاء اليهود يعيثون في بلادهم فسادا لا يجدون من يؤدبهم، والمسلمون خائفون كلهم، لأن وراءهم الشيطان الأكبر أمريكا والقوى العظمى الأوروبية تدعم هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير. فتن عظيمة سبب التفرق والتشرذم، فاحذروا يا إخواني. نعم. قال الشيخ رحمه الله: هذا أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة لم تشنهم نعم، من الشين وهو الذم. لم تشنهم بدعة، الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة. نعم، ولم تلبسهم فتنة. نعم، ولم يخفوا إلى مكروه في دين ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب في كتابه محبته ومغفرته لمبتغي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزهد والضلال بمنه ورحمته. طيب، رحمه الله تعالى ورضي عنه، جزاه الله عنا خيرا. هذا الكلام الأخير نعلق عليه تعليق سريع ونختم إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: طيب، هذا أصل الدين والمذهب، حكاه عن الإسلام كله. أصل الدين والمذهب، المذهب الطريق الذي يذهب إليه الإنسان سواء كان حسيا أو معنويا، طيب، يسمى مذهبا. قال هذا أصل الدين والمذهب. طيب، مذهب من؟ مذهب علماء المسلمين في القرون الأولى. قال اعتقاد، شرحه ووضحه. طيب، عطف بيان، قال اعتقاد أئمة الحديث. وهل أئمة الحديث إلا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي شرحها العلماء وأنهم هم المنصورون وهم الطائفة الناجية؟ قال هذا هو اعتقادهم، ليس بدعا مني وليس اجتهادا مني، وإنما هذا الذي ألفيت عليه علماء الحديث وتناقلوه، وأوصى بعضهم بعضا به كابرا عن كابر. وقلت لكم إن من أعظمهم في ذا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قال من هم هؤلاء أئمة الحديث؟ الذين لم تشنهم بدعة، أي لم يتلطخوا ببدعة فأصبحوا شينا وذما على أنفسهم وعلى المسلمين. ما دخلوا في بدعة من البدع، بل كانوا يتجنبونها ويتنكبونها ويحذرون منها ويحذرون الناس منها، ويدعون إلى مقابلها، وهو الدعوة إلى السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لم تلبسهم فتنة، أي لم يكونوا يتسارعون للوقوع في الفتن والمنكرات، بل كانوا يصبرون على جور الحكام، ويصبرون على أخطاء بعضهم على بعض، ويصبرون على كذا رجاء أن لا تقع الفتنة بينهم فيضعفون فيختلفون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فأمرهم بالصبر جل وعلا. قال ولم يخفوا إلى مكروه في دين. طيب، القراءة الصحيحة لم يخفوا.
معنى يخف هو من الخفف، والخفف نوع من المشي، يعني ما صار ولو مشيا خفيفا إلى مكروه في الدين. طيب، إلى مكروه من الدين. وقد تقرأ ولم يخفوا إلى مكروه من الدين، ولكن يعني لا تتعدى بإلى. طيب، في مثل هذه الحالة فالصواب أنها لم يخفوا، أي نقلنا مثل الرمل والخفف. طيب، هذه كلها أنواع من المشي، أنواع من المشي. قال ولم يخفوا إلى مكروه في دين ولا تفرقوا عنه، أي أنهم لزموا الجماعة والإمامة وأطاعوا الله عز وجل وأطاعوا رسوله وتمسكوا بهدي السلف الصالح، فكانوا بذلك من الناجين. قال فبعد ذلك واعلموا أن الله تعالى أوجب في كتابه محبته ومغفرته لمتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول وقال عز وجل، نعم، وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا القول وهذا الاستدلال منه هو بشارة لكل من ثبت على هذا الاعتقاد، تعلمه وعلمه ودعا إليه ولزمه حتى يتوفاه الله، أنه سيكون من المحبوبين عند الله، لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع أصحابه من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما سئل عن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، فهذا هو الناجي وهو الذي سيكون الله راضيا عنه. ثم ختم الشيخ رضي الله عنه وجزاه الله عنا خير الجزاء ذلك بالدعاء لكل من قرأ هذه الرسالة، ودعاؤه نرجو أن يكون مجابا فينا أيضا. قال: نفعنا الله وإياكم بالعلم. طيب، فدعا لنفسه قبل أن يدعو لغيره كما هي السنة. وعصمنا جميعا بالتقوى، فإن تقوى الله عز وجل هي تعصم من الوقوع في الخطأ والزلل، ليس مجرد العلم فقط، بل لا بد من التقوى في أن يأتي في يتقي، يخاف الإنسان في قوله فيعدل في قوله ولو أبغض، وينصف ولو كره. طيب، ولا يكون هذا إلا بالتقوى. طيب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: وعصمنا بالتقوى من ماذا؟ من الزيغ، أي الميل عن عقيدة هؤلاء، غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يرزقنا جيرته في جنان النعيم، إن ربي سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والتعليق على هذا المبنى العقدي من عقائد أهل السنة والجماعة التي صنفها الإمام أبو بكر الإسماعيلي الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. وهنا بعد تمام القراءة والتعليق من شيخنا رحمه الله ورعاه نستأذنه في عرض بعض الأسئلة الواردة على هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نأخذ راحة من خلالها، ثم نعود بعد ذلك في جلسة الكتاب بإذن الله. طيب، تسمح لي يا فضيلة الشيخ دكتور، يعني أنا شققت عليهم اليوم كثير، وهم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الجلسة التي هي الجلسة الختامية لهذه الدورة العلمية المباركة. وبين يدي هذه الجلسة هناك مجموعة من الأسئلة وهي كثيرة، لكنها في غالبها متشابهة، ولذلك تم اختيار 4 منها لتعرض على الشيخ ويجيب عنها بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ، نستأذنكم في هذا الأسئلة. هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، كثير من الأسئلة صدرت بالمحبة في الله الشيخ لكم، نسأل الله أن يجعل هذا فيه من أجله سبحانه وتعالى. يقول: يجب لزوم الجماعة كما تقدم إذا كانت الجماعة على الحق والصواب، أما إذا كانت الجماعة على الضلال، مثلا عندهم تجاوزات في الدين، هل يجوز متابعتهم في ذلك؟ الحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جاء الأمر بلزوم السنة مطلقا من دون تقييد بحال الجماعة، وعلى هذا فيجب لزوم الجماعة. والمقصود بلزوم الجماعة هي الجماعة الشرعية التي تكون على الإمام الشرعي، فأما إذا كانت هذه الجماعة على غير إمام، يعني كل واحد يتكلم من نفسه، فلا تعد هذه جماعة بهذا الاعتبار. ولكن كيف التعامل مع هذا له أحوال خاصة. وأما إذا كان لها إمام شرعي ولكنها أيضا عندها مخالفات كبيرة، فإنها تعطى بقدر ما عندها من الولاء وتجتنب فيما فيه من المعاصي والأخطاء. فإذا كانت مثلا الجماعة لا يصلون الصلاة على وقتها، اتفقوا على تأخير إحدى الصلوات، فإنك تصلي معهم نافلة، لكن تعيد الصلاة في بيتك إذا كانوا يصلون لغير الوقت ابتداء، أو إذا كانوا يخرجون عن الوقت تصلي في بيتك ثم تصلي معهم نافلة، حتى لا تكون مخالف للجماعة. فإن البقاء مع الجماعة عصمة ونجاة بإذن الله تعالى. وما يتعلق بالمعاصي هذا تبقى تناصح بالسر، وتناصح وفق الضوابط الشرعية المرعية التي لا توقع في الفتنة. فإن اعتزالك لهذه الجماعة بالكلية خطأ، وانغماسك معهم ودخولك معهم بالكلية خطأ، وإنما توافقهم فيما وافقوا فيه الشرع، وتجانبهم فيما وقعوا فيه من الخطأ. وما سوغ لك الشارع عدم ترك مخالفة، يعني ما لم يسوغ لك الشارع ترك مخالفتهم ولو كانوا على خطأ، فإنه يلزمك متابعتهم كالجمع والجماعات والصلاة خلف أئمة الجور منه وما إلى ذلك، كما تقدم شرحه قبل، يعني في اللقاء الأخير الذي دار بيننا. يعني خلينا نقول مثلا جماعة في إحدى البلاد رئيسها يقرر أمور منكرة، أو مجتمع يقرر أمور منكرة، فأنت لا تخالف هذه الجماعة، بل تبقى تنصحهم وتوجههم وتشاركهم فيما شرع الله عز وجل، ولكن تجتنبهم فيما خالفوا فيه الشرع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا سواء كان للإمام نفسه أو كان للجماعة نفسها. لماذا؟ لأن البقاء مع الجماعة مصلحة شرعية كبيرة، وفيها سلامة من الزلل والزيغ. وإن الرجل الذي يترك الجماعة غاية ما عنده أنه سيكون كالشاة العائرة أو كالشاة القاصية، لا يوشك أن تستحوذ عليها الشيطان فيوقعها في شر فعلها، فأنت تبقى معهم. ولهذا جاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن لازم نعرف ما المقصود بالمخالطة وما المقصود بالاعتزال، لأن بعض الناس كون الرجل مثلا يذهب إلى مثلا طرف المدينة ويسكن في بيته ويجلس يصلي في مسجده ويأتيه الناس وكذا، يعد هذا ترك للجماعة. لا، هذا ليس ترك للجماعة. ترك الجماعة أن تخالفهم، تنابذهم، تعلن أمام الناس أنك لست على رأيهم وتؤلب الناس عليهم، هذه مفارقة الجماعة. أما أن تتركهم وما يعبدون، تتركهم وما يدعون إليه من الخطأ، فهذا لا يعد تركا للجماعة، بل أنت من ضمن الجماعة، ولكنك اعتزلتهم في أخطائهم، أو لأنك لا تستطيع أن تقيم دعوتك ولا دينك إلا بأن تعتزل مثل هذه الجماعات. ولهذا مر على علماء المسلمين شيء كثير من هذا، ومنهم يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني مر يعني وهو من أحد الدعاة الذين ساروا على منهج السلف الصالح، مر على هذا فطرد من البلد هذه وخالفها ومشى حتى يعني جاء إلى العيينة، فبايع الشيخ الإمام محمد بن سعود على نصرة هذا الدين، نصرة هذه السنة، فكان على يعني هذا الخير الذي هم فيه. فعلى كل حال هذه مسألة ترى كبيرة، ولكن على كل حال في بلادكم أنتم جماعة واحدة حسب ما رأيت وسمعت، أنتم في بلادكم جماعة واحدة لكن لمثلا الدكتور بابا أو الدكتور فلان أو الشيخ فلان ممن له دعوة يرى أنه من مصلحته أن ينتقل إلى المدينة الفلانية، أن ينتقل كذا ويدعو، لا حرج، هذا لا يعتبر مفارقة للجماعة.
مفارقة الجماعة أن تترك ما هم عليه بالكلية، أن تعلن أنك لست على رأيهم فيجتمع إليك الشذاذ والخارجون، هذا خطأ، هذا هو الخطأ. أما أنك تعتزل الخطأ الذي يقعون فيه هذا واجب عليك. طيب، فإذا كنت لا تستطيع إقامة دعوتك إلا بالانصراف عن يعني مجتمعهم إلى مجتمع مقارب لا حرج عليك ولا يعتبر هذا. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له. نعم. بارك الله فيك. السؤال الثاني من شقين، سؤال وطلب. أما الطلب فيقول صاحب السؤال: هذه الدورة مدتها قليلة 3 أيام فقط، لكن قيمتها عالية جدا ومفيدة للمشاركين، نرجو من المشايخ الإكثار منها ليستفيد الأئمة أكثر فأكثر. أما السؤال فيقول شيخنا: هل هناك دلائل إسلامية من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان مسير أو مخير؟ نعم. ولا أبدأ بالأهم وهو من باب اللف والنشر غير المرتب. طيب، فأبدأ بالشق الثاني. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة مخير ومسير، هذه لم تكن تعرفها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما حدثت مع ظهور المتكلمين وجعجعتهم وتشغيبهم على علماء المسلمين وإيقاع الفتنة بين المسلمين، وتبعهم على هذا طغام كثر فهلكوا وأهلكوا والعياذ بالله. المؤمن خلق الله، أو كل البشر خلق الله لهم مشيئة وخلق لهم إرادة، فبها يختارون ما يختارون من الطعام، ويختارون ما يختارون من البلاد، ويختارون ما يختارون من اللباس، ويختارون ما يختارون من النكاح، فهم لهم مشيئتهم المستقلة. وهذه المشيئة المستقلة لكل واحد، وقد يكون أخوين في بيت واحد، هذا يختار هذا وهذا يختار هذا، كل واحد له إرادة وله اختيار يخصه. هذه المشيئة هي مشيئة تخص هذا الرجل أو هذه المرأة. طيب، خلقها الله له وأعطاه منها ما أعطاه، ولكنها لا تنفك عن مشيئة الله ولا عن إرادته ولا تقديره أو أن تخرج. هل يمنعكم أحد؟ ما يمنعكم أحد، إنما أنت الذي يمنعك عقلك، دينك، مروءتك، أي سبب من الأسباب الموجبة لجلوسك وبقائك، فأنت اخترت هذا الطريق. تستطيع الآن تقول: أنا لا أريد أن أجلس، أنصرف، فأنت لك خيار ولك إرادة، تستطيع أن تفعل ما تشاء. لكن إذا كانت هذه المشيئة معارضة لمشيئة الله ولم يرد الله لك هذا الشيء، فإنك لا يمكن أن تفعل هذا الفعل ولو اجتمع من في أقطار السماوات والأرض على أن يساعدوك على فعل هذا الشيء مهما يمكن، هذا لا يمكن أبدا. فإذا المشيئة، طيب، مشيئة العبد يعني خاصة، ومشيئة الله أعم منها، ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، وإرادته داخلة في إرادة الله، فلا يريد العبد فيما يقع في الخارج إلا ما أراده الله. وقد يريد العبد كما قال جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فكانوا على قسمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. طيب، ثم الله عز وجل صرفهم عن هذه الغنائم إلى القتال، فكان أهل بدر هم أفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين، فاختار الله لهم هذه الطريق. طيب، ومنكم من يريد غير ذات الشوكة. طيب، فالله عز وجل اختار لكم الأفضل والأحسن، فهذه مشيئة عارضتها مشيئة الله، فما استطاع الصحابة أن يصنعوا شيئا. هذا أمر في غاية الأهمية. نعم. طيب، السؤال الثالث. أما ما يتعلق بالدورات فأنا إن شاء الله أنقل رغبتكم إلى من يعين على هذا إن شاء الله. زين. وإن شاء الله يعني المشايخ ما يقصرون والجهات الخيرية لا تقصر، ولكن أنا يعني أحثكم دائما على إذا سمعتم دورة وكان الذي يلقي فيها معروفا عندكم بأنه من أهل السنة ومن الذين يعني سلموا من المعتقدات والمناهج المنحرفة، سمعتم عنه خيرا، أن تحضروا هذه ولو كانت على ظهر جبل، أن لا تتأخروا عنها.
وأن تدعوا غيركم إليها وتنشروا إعلاناتها حتى يكون ينتفع أكبر عدد ممكن. طيب، فإذا سمعت بمحاضرة بدرس لأحد المشايخ وكان هذا الشيخ ممن تتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إلى محاضراته، طيب، بأن يكون على علم وعلى منهج صحيح وعلى طريق سوي، فلا تتردد في الدعوة إلى محاضراته ونشرها وتعليمها. وأنتم الآن حضرتم هذه الدورات، وأنا كان معي مجموعة من المشايخ والفضلاء وطلاب العلم الكبار. طيب، ونحن ما تكلمنا إلا بقال الله قال رسول. انقلوا هذه الدورة تسجيلها إلى بعض طلاب العلم الذين لم يحضروها حتى ينتفعوا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الدكتور بارك الله فيكم، سمعتكم أثناء المحاضرة تقولون إن العمل الصالح ليس شرطا في دخول الجنة، فلماذا نعبد الله إذا كان الأمر كذلك؟ أفيدونا مأجورين بإذن الله. نحن نقول إن الله عز وجل، تذكرون قلنا إن الله خلقنا لحكمة، ولكن الله عز وجل غني عن عبادتنا له، غني عن طاعتنا له، فليس العمل الصالح هو الذي يجعلنا ندخل الجنة، إنما الذي يجعلنا ندخل الجنة عبادة الله، بمعنى أن نطيع الله عز وجل. فنحن من حيث الأصل طاعة الله هي السبب الموجب لرضاه، الموجب لدخول الجنة. أما آحاد الأعمال فليست سببا مستقلا يستقل بدخولنا الجنة، فليس أحد يدل بعمله، لأنه من صاحب الفضل عليك في هذا العمل الصالح؟ من الذي وفقك إليه؟ من الذي هيأ الأسباب لك؟ من الذي أتى لك بالماء لتتوضأ ورزقك الماء ورزقك البقعة الطاهرة ورزقك اللباس تستر به عورتك؟ من هو؟ إذن الله، إذن هو صاحب الفضل عليك. في النهاية أنت لم تقدم شيئا، لم تقدم وفقك إليه. من الذي هيأ الأسباب لك؟ من الذي أتى لك بالماء لتتوضأ ورزقك الماء ورزقك البقعة الطاهرة ورزقك اللباس تستر به عورتك؟ من هو؟ إذن الله، إذن هو صاحب الفضل عليك. في النهاية أنت لم تقدم شيئا.